السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير البنات، وش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. عاودت رجعت لكم اليوم فيديو جديد، جيت نطلع لكم من بعد طول غياب. سبب الغياب اني اول حاجة سافرت، ومن بعد ما رجعت من السفر كنت مرضت، على هذه طولت عليكم الغيبة. تاني نقطة حبيت نوضحها لكم البنات، انه الفيديو اللي كنت حطيته لكم من قبل تاع الطرز والباغلاج كان حذفه لليوتيوب، ما فهمتش وش هو الاسباب اللي قاعدين يخليوا الفيديوهات تاعي يتحذفوا البنات. المهم انا مكمله معكم في هذه السلسله التعليميه، واليوم جيتكم فيديو جديد ورشمه جديده ان شاء الله يا ربي تعجبكم. وهذه هي الرشمة تاعنا تاع نهار اليوم البنات. وكما العاده والعوايد، اول حاجه نبدا لكم بها هي السلعه اللي خدمت بها. هاد الشمس اللي راكم تشوفوا فيها الباك ستراس، هذا اللي جاي في اللون البغونز، كنت خدمت هنا بالكاسي والسمسم. هنا راح تلاحظوا انه كاين فرق بين المهرس وبين السمسم، هذا اللي راكم تشوفوا فيه. وخدمت تاني بالكاسي في هذا اللون اللي جاي عنق حمام كيما نعرفوا حنايا، ولونجاسات في هذا اللون. بالنسبه للرشمه البنات راح نشاركها معاكم في الانستغرام، اللي حابين يهزوا الرشمه يرسلوا لي في الانستغرام، راح نبعث لكم الصوره تاعها هنا من بعد ما كنت رشمتها. وفقط هنا جيت نوضح لكم الطريقه تاع الحديد، اللي قلت لكم انه هذا ستيلو يتنحى بالحديد ولا بفعل الحراره، الحديد ولا السيشوار. هنا كنت رسمت معاكم، وراح نحذف هذيك الريشه اللي خدمتها معاكم فقط بالحديد، نفوت الحديد وتروح عادي. يعني كي تحبوا تتعلموا ترشموا استعينوا بهذا القلم البنات المبتدئات، باش كي تغلطي تقدري فاسيلمون تعقبي الحديد وتعاودي من ضرب جديد. يعني ماشي شرط تخسري القماش تاعك كامل على جال فقط القلم. اعتذر منكم البنات على صوتي، ما زلت مريضه هكاك، وحبيت ما نطولش عليكم الغيبه وننزلكم لا فيديو تاع اليوم. اليوم حبيت نخدم معاكم لا باز تاع البيغلاج بالكاسي، اللي هي العرش ولا اللوايه. راح تشوفوا معايا هاد الزوج تقنيات اليوم في لا فيديو تاع اليوم. راح تشوفوا هاد العرش كامل اللي جاي في الوسط راح نخدمه كامل بالكاسي في الدوغي كما راكم تشوفوا، 3 حبات البنات، ونميل الكاسي وندخل البرا. راح نكمل بهذه الطريقه كامل، نتبع الرشمه ونحاول في كل مره نخلي الرشمه تاعي ولا الطراساج تاع ستيلو نخليه في وسط الكاسي، يعني يجي هو في النص ما يبانش. ديما نحاول انه الرشمه تاعي تجي في الوسط، ما نميلش وما نبعدش على هذاك ستيلو. نستعمل 3 حبات كاسي ونميل وندخل البرا في كل مره. نظن انه الفيديو شارح نفسه بنفسه، نخليكم تكملوه. وهنا البنات كنت خدمت شويه في الرشمه. هنا ما صورتش معكم الرشمه هذه في نفس النهار، لانه كما قلت لكم كنت مرضت، يعني حبست ما كملتهاش. كنت كملت هاد لابارتي وحدي بلا ما نصورها معكم، وخليت الجزء الاخير باش نصور معكم خطوه بخطوه واش درت. اول حاجه راح نخدم معكم هذيك الورده، ومن بعد نعاودوا نرجعوا نخدموا مع بعضنا اللوايات. درت هذيك الشمس باللصقه كما شفتوها، نخليها تنشف شويه. وجبت هنا الباك ستراس هذا الصغير البنات، ننصحكم به علاه لانه يمد جمال في الخدمه، وفي نفس الوقت ما يطيرش من السيبور تاعو، ماشي كيما هذاك الكبير ساعه على ساعه يطير لنا. هذا الصغير البنات ما يطيرش من السيبور تاعو. وشوا الخدمه به شويه صعيبه بالنسبه للبنات اللي يتقلقوا، ولا راح يجيهم شويه صعيب. اذا كنتي من النوع اللي يتقلق كي يخدم البيغلاج، ما نصحكش خلاص تخدمي بهذا، لانه فيه شويه تعب، وعلى خاطر جاي صغير بزاف. وهذه هي البنات الطريقه تاع الورده. هنا كما راكم تشوفوا كنت غلطت، لاني دخلتها في بلاصه جات شويه بعيده على بعضها. عاود خرجت البرا عادي، ونعاود نصحح الخطا تاعي هكا باش ما تجيش الرشمه تاعي يبان فيها ان ديفو. كي تخدموا مع الزبائن البنات حاولوا انك كي تشوفي روحك درتي غلطه صححيها في نفس الدقيقه، ما تخليش حتى تكملي الرشمه وتعاودي تفتقي الرشمه كامل باش تصحي هذاك الخطا. هنا من بعد ما كنت كملت بهذاك الباك ستراس، راح نخدم بلونجاسات كما راكم تشوفوا، ندورهم كامل كيما خدمت في هذيك الورده اللي من فوق. هنا كل مره نبعد شويه وندخل لونجاسا تاعي ونعاود نقفل ونشبح مليح الخيط. الخيط ديما كيما نقول لكم البنات يكون على 4 ويكون مشمع.
وهنا البنات جينا للتقنيه تاع اللوايه كيف راح نخدموها مع بعضنا. هنا راح ندير غير بزوج حبات كاسي، هذا اللي جاي في العنق حمام، هذا البنات شريته غير ب5000، شريته بالميزان وبيته في الخل وما صرالو والو. اللون تاعو هايل والتصوير يعني ظالم شويه الرشمه، لانه في الصح جات خير وخير، جات هايله وفيها واحد اللمعان هايل يا البنات. علاه لانه السلعه مخدومه كامل بالحر، ولانه الالوان تاعها بزاف مليحه. هنا كما راكم تشوفوا نخدم بزوج حبات كاسي في كل مرة، ونميل ونعاود ندخل البرة، نزيد زوج حبات كاسي، نزيد نميل وندخل البرة، ونعاود نخرج البرة في الحبة الأولى تاع الكاسي اللي من قبل كما راكم تشوفوا، ونعاود نميل وندخل هكا بشوية بشوية حتى نكملها كامل. وكما قلت لكم كي تشوفوا رواحكم غلطتوا في حاجة ولا بانت لكم باللي راهي معوجة، حبسوا فتقوا وعاودوا. علاه لانك على قد ما تفتقي وتعاودي وعلى قد ما تغلطي تتعلمي كتر، تقدري المره الاولى تعوجيها والثانيه تعوجيها والثالثه والرابعه. المهم انك في كل مره تفتقي وتعاودي راح تتعلمي من الغلطه تاعك حتى تتمكني من الخدمه وتطلقي يدك. وهنا البنات من بعد ما كنت كملت معكم اللوايه راح ندير الباك ستراس هكا في الوسط برك باش نزيد جمال للرشمه تاعي. هاد الحجرات البنات الصغار يزيدوا بزاف بريق في الرشامي. يعني الباك ستراس هذا يتباع بالباكي، انا نشريه ب50,000 ولا 55,000 والله ماني شافيه مليح على السعر تاعو. المهم ما نستغناش عليه عندي في السلعه، علاه لانه يمد جمال بزاف للخدمه. هنا البنات راح نحبس معكم التسجيل تاع الصوت، لانه التقنيه اللي مازال اللي هي الورقه كنا خدمناها مع بعضنا من قبل، فقط الفرق اني خدمتها المره هذه بالسمسم ماشي بالكاسي. نفس الطريقه راح تشوفوها في الفيديو، راح نخلي لكم الشرح يكون واضح في التصوير. هنا نخليكم البنات نقول لكم ما تنسونيش بالتعليقات المشجعه تاعكم والجام، واذا عندكم اي سؤال خليه لي تحت في التعليقات، ولا تقنيه ما فهمتوهاش مليح قولوا لي اكيد راح نعاودها لكم في فيديو وحدها. وهنا البنات نخليكم ونقول لكم إلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله وفرجة ممتعة.